ازاي عملت من قناة واحدة في شهر واحد اكتر من $5000؟ وايه السر في ان واحد ينجح ويحقق ارباح كويسة؟ وايه السر ان تحدي تاني ما يحققش اي ارباح اطلاقا ويفشل حتى لو عمل قنوات كتير؟ النهاردة في الفيديو ده انا جاي اديك الخلاصة والملخص، اقسم بالله العظيم كل كلمة هقولها في الفيديو ده هي حقيقية 100%. وكمان هديك كل الاثباتات والدلائل. تعالى كده نعمل ريفرش مع بعض عشان تتاكد ان دي فعلا حقيقيه من حسابي الشخصي في ادسنس. طبعا زي ما انتم شايفين الدفعه الاخيره بالمصري طبعا بما يوازي الدولار اللي هي حوالي $5000 او اكتر كمان. طيب تعالى كده بقى نبص ونشوف التفاصيل مع بعض ونعرف ازاي قدرنا نعمل ده، وهل انا بس اللي عملت كده ولا في ناس تانية كتير عملت نفس الكلام. طبعا زي ما انتم شايفين السر هو اولا واخيرا في كلمة واحدة، كلمة بسيطة جدا. اللي يخلي شخص ينجح وشخص تاني ما ينجحش هي النيتش اللي بيشتغل عليه. النيتش ممكن يعليك وممكن يخليك تفضل زي ما انت مدى الحياة قاعد عمال تنزل فيديوهات وبتشتغل وفي الاخر مفيش اي تحديث، مفيش اي جديد اطلاقا. الفرق تعالى كده هوريك حاجة بسيطة جدا جدا قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، لان الكلام اللي بقوله ده تتأكد وتطمن منه ان فعلا كلام حقيقي وكلام واقعي 100%. انا هوريك دلوقتي اشخاص معايا في نظام التدريب الخاص بيا بعد ما حصل التعديل البسيط، وهو الاختيار النيتش المهم او المناسب لكل شخص اللي هو هيعرف يشتغل عليه. حتى لو بيعمل كواليتي الفيديوهات مش احسن حاجة ومش اعلى حاجة، ولكن اختار النيتش المناسب ليه، النيتش القوي اللي هيعرف يظهر فيه، فبالتالي قدر يحقق ارباح. تعالى كده نبص مع بعض واحدة واحدة. معاك اول شخص طبعا معايا هنا في نظام التدريب، طبعا زي ما انتم شايفين قناته جايبه $174. الحمد لله بنتابع الناس اللي معانا كلها متابعه شخصيه زي ما انتم شايفين، ويعني الموضوع ما جاش كده محض الصدفه، لا ده موضوع فعلا الحمد لله بنتعب وبنجتهد مع كل شخص موجود معانا. دي اول حاجه. طيب تعالى كده نبص تاني برضو على حد تاني معانا. طبعا زي ما انتم شايفين برضو زي ما انتم شايفين $180 ارباح. يعني عندنا حد جايب 174 في يومين وحد جايب $180 في كام يوم. ومش بس كده، تعالى كده بقى نبص كمان على الارباح دي. زي ما انتم شايفين هنا عندنا شخص جايب $1182 من 512 ألف مشاهدة. برضو الحمد لله بفضل الله كل ده بجهد وسعي وفعلا إخلاص للناس اللي دخلت معانا، لأن كان هدفي الأول والأخير إن أنا أثبت عكس كل الكلام اللي كان اتقال في الكومنتات الفترة اللي فاتت وكل الهجوم اللي اتقال عليا. طيب تعالى كمان نبص هنا على اخر شخص معانا. طبعا زي ما انتم شايفين $340 من 40 ألف مشاهدة فقط. هل في حاجة مشتركة بين كل الناس دي؟ والله لا، كل واحد من الناس اللي نجحت دي هو شغال على نيتش مختلف عن الشخص التاني. ايه الفرق بقى؟ ايه اللي خلاهم ينجحوا دلوقتي برغم ان هم كانوا قاعدين بقالهم شهور وفي ناس قاعده بقالها سنين بتحاول في مجال اليوتيوب ولكن بيفشلوا، ولكن ما حققوش اي شيء الا لما دخلوا معايا؟ هل انا ساحر؟ هل انا بخترع العجله؟ الكلام ده مش صح اطلاقا، ولكن انا الحمد لله بفضل الله قدرت ان انا اوفر نيتشات يقدروا يخشوا ينافسوا فيها. ما تجيش انت مثلا تجيب لي نيتش يكون في حيتان موجوده فيه وفي ناس تقيله جدا في المجال يوتيوب اوتوميشن بينافسوا وشغالين فيه بقلب جامد جدا، وتكون انت عايز تدخل لسه مبتدئ لسه بادئ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعايز تدخل تنافس الكبار اللي موجودين في نيتش معين من النيتشات. عايز اقول لك كمان ان قسما بالله العظيم اغلب النيتشات اللي موجوده على اليوتيوب اللي مشروحه في اليوتيوب هي بنسبه 80 70% مستحيل اي حد بيعمل قناه جديده يقدر يدخل وينافس فيها. هي دي الثغره، او هي دي المعضله، او هي دي المعادله. نيتش تقدر تنافس فيه حتى لو بتعمل محتوى متوسط، والله لا هتجيب منه ارباح تفوق $1000 بكل سهوله بكل سهوله. ازاي بقى نقدر نعمل ده؟ وازاي انا بقدر اجيب النيتشات اللي هي فعلا بتكون كويسة واللي بكون قادر انا والناس اللي موجودة معايا في نظام التدريب يقدروا ينافسوا فيها؟ الموضوع بسيط جدا. انا في البدايه بصراحه في الاول بعمل سيرش وبحث يدوي كبير جدا جدا لحد ما بلاقي قناه تكون جايبه مشاهدات اكتر من عدد المشتركين الموجودين فيها. فتعالى على سبيل المثال مثلا نبص على القناه اللي موجوده قدامنا دي. القناه دي منزله 17 فيديو جايبه 9100 مشترك، جايبه 371 الف مشاهده. وطبعا زي ما انتم شايفين عندها فيديوهات ما شاء الله جايبه ارقام كبيره جدا. كل اللي انا بعمله
ان انا عشان مشترك في اداة اسمها نيكست ليف. طبعا الاداة دي وهي اللي بيستخدموها الحيتان والكبار في المجال، بيجيب لك حرفيا كل القنوات الترند اللي جايبة مشاهدات بارقام فظيعة جدا جدا ولها استخدامات تانية. ولكن على سبيل المثال انا بقلب وبدور وبحثت ولقيت القناة او النيتش اللي موجود قدامكم ده، اللي انا برضو بتحدى لو في حد اتكلم عليه في اليوتيوب. اغلب النيتشات اللي تبقى زي كده مستحيل حد يدخل يتكلم عليها في اليوتيوب، ولكن النيتشات اللي هتلاقيها موجودة هي حاجات بسيطة جدا. مثلا نيتش الفضاء، نيتش اخبار، نيتش مش عارف ايه، حاجات كلها عبيطة. ولكن اخبار مشاهير يعني، ده اللي اقصده. ولكن زي ما انتم شايفين النيتش ده هو نيتش فعلا معمول بالاي اي 100%. مدة انك تعمل فيديو زي ده مش هياخد منك تقريبا حوالي نص ساعة او 40 دقيقة بتظبيط الصور المصغرة بكل شيء. طيب انا عايز بقى خلاص ادخل في النيتش ده وعايز اعمل له اناليسيس وادخل ابحث واشوف الاحصائيات بتاعته. كل اللي عليا هعمله ان انا من خلال الاداة دي بدخل هنا على حاجة اسمها similar channels. يعني الاداه دي بتدخل بتعمل لي سيرش، ديب سيرش عميق جدا جدا جدا، وبيجيبوا لي كل القنوات اللي شغاله في نفس المجال، في نفس النيتش وفي نفس التفاصيل. طبعا زي ما انتم شايفين القناه دي الافريج بتاعها على كل فيديو هو 15000 وهي اصلا 9000 مشترك. عندك القناه دي الافريج بتاعها 12000. تعالى كده نبص عليها، هتلاقي برضو القناه دي في نفس النيتش وفي نفس المجال اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. وزي ما انتم شايفين تعالى برضو نبص كده على المشاهدات، عندها فيديوهات جايبه ارقام كبيره جدا، والقناه لسه مجرد 25 فيديو. هل بس كده؟ لا، تعالى كمان نبص. عندنا برضو القناه دي زي ما انتم شايفين بدأ بقالها 44 يوم، والافريج بتاع المشاهدات بتاعتها 18000 مشاهده على كل فيديو. عندك القناه دي برضو بدأ بقالها 27 يوم. تعالى كده نبص على القناة دي، متوسط المشاهدة بتاعتها على كل فيديو هو 62000 تقريبا. دي القناة اللي احنا يعني بدأنا بيها على ما اعتقد. لا دي قناة تانية. تعالى كده نبص، زي ما انتم شايفين المشاهدات برضو مشاهدات كبيرة جدا جدا. وعندك برضو القناة دي ده نيتش تاني برضو بيتكلم على المحاكمات اللي بتبقى موجودة لايف بين اشخاص هي عاملين جرائم وحاجات كبيرة جدا، فبالتالي بيبقى في محاكمة اونلاين، فبرضو هنا معمول ليها قنوات. هقدر ادخل وادوس هنا على كلمة similar channel وهيجيب لي كل القنوات اللي شغالة في نفس النيتش، واقدر اقرر واشوف هل النيتش ده مناسب ان انا ادخله ولا مش مناسب. طيب نيكست ليف هي الاداة المهمة بالنسبة لي. والله العظيم ده ما اعلان، والله ده مش اعلان، ولكن انت ليك مطلق الحرية اذا كان حابب تشترك فيه او ما تشتركش فيه. ولكن هي بس يعني انا بديك المعلومة او بديك كده ايه، بديك يعني الخلاصة بتاعت ازاي انك تعرف اذا كان النيتش ده شغال ولا مش شغال. طيب هل بس كده؟ لا، تعالى كده كمان نبص على حاجة تانية مهمة جدا، وهو لو جينا نبص هنا على كلمة اناليتكس ودخلنا ونبص على الاعدادات الخاصه بالقناه دي، اقرب اداه بتجيب لك الار بي ام لكل قناه. يعني لو انت عايز تدخل على نيتش معين وعايز تعرف اذا كان ارباحه عاليه قليله، كويسه بالنسبه لك مش كويسه بالنسبه لك، يقدر يجيب لك فعلا الرقم اللي بيظهر. هو بيبقى دقيق بنسبه من 80 ل 70%، نسبه قويه جدا عن احسن من اي اداه تانية بتقدم نفس المهام او بتقدم نفس الخصائص. بعيدا بقى عن كل ده، انت لو دخلت هنا على كلمه نيتش اوفر فيو هيجيب لك هنا اناليسيس او هيجيب لك هنا تحليل شامل وكامل اذا كان انت تقدر تبص او تدخل على النيتش ده ولا لا. بيجيب لك كل القنوات تقريبا. النيتش ده مفيش فيديو فيه الا ما بيكون جايب 250,000 200,000 160,000. كل الفيديوهات بتكون فعلا جايبه ارقام كبيره جدا جدا زي ما انتم شايفين. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. طبعا عايز اقول لك وافكرك، لو حابب تكون واحد من الناس اللي بفضل الله موجودين معايا في نظام التدريب، تقدر تتواصل معايا تحت في الديسكريبشن. وكمان تعالى كده اوريك الحمد لله بفضل الله انا نزلت فوت على التليجرام عندي، وزي ما انتم شايفين الحمد لله الريزلت تقييم الناس اللي موجودين معايا في الجروب اهو بتاع مناقشات التدريب. الحمد لله بفضل الله 79% من الاشخاص اللي موجودين معايا هم شايفين ان التدريب ده بالنسبه لهم هو ممتاز. فبس لحد هنا كده خلص الفيديو، فيا رب الفيديو يكون عجبكم وسلام.